ليه احير نفسي في اكلات ترضي اللي حواليا لكن ما ترضيش كرش؟ طب ما انا اعمل لي بيتزا سريعه من غير لا عجن ولا خبز ولا اتعب نفسي وكلها سهله ودقايق وتبقى خلص. يعني لما اجيب كوبايه دقيق ونحط عليهم معلقه صغيره من اللبن البودره وعليها نص معلقه صغيره من كل الاتي: سكر وزعتر وتوم وبصل بودره وملح وخميره وبيكنج باودر، ونقلب النواشف على بعضهم كلهم. بعدها نضيف كوبايه ميه دافيه وده شرط اساسي، لكن هننزل بيهم حبه حبه مع التقليب المستمر زي ما قدامك شايف لحد ما نوصل لقوام زي الطحينه تقيل لكن مش مكلكع. هنا بقى نوصل لمرحله التنعيم عشان العجين ما يلزقش معاك، اننا هنضيف عليهم شويه زيت اقل من ربع كوبايه صغيره مش كتير، والتقليب كالعاده ونغطيها ونشيله على جنب يهدى شويتين، ونسيب فرصه للخميره انها تتفاعل وهي كمان تسيب لنا فرصه نحضر باقي المقادير. بيتزا يبقى نفس الفكره اللي بتتعمل كل مره، الوش تزينه بالمتوفر معاك. بالتاكيد مش هننسى الخضار والزيتون الحلال، والاهم طبعا الموزاريلا او الشيدر وكل اللي هتزين بيه. وبالنسبه لصلصه البيتزا عشان السرعه ممكن تستخدم اي كاتشب عادي زي ما قلت لك قبل كده، وممكن تشتريها جاهزه وتوفر وتقصر. وممكن برضو انك تعمل اللي هعمله دلوقتي، تجيب معلقتين كاتشب على معلقه صلصه على رشه توم وبصل بودره وزعتر وبابريكا وملح وحبه صغيرين من السكر عشان الحموضه، وقلبهم في بعض. وبكده بقى معاك صوص البيتزا. وده يدخلنا في مرحله البوتاجاز. طاستنا الحلوه ندهنها بالزيت ونوزعها كويس ونولع النار هاديه جدا. نجيب بقى العجين ونطلع بالكبشه كاننا هنعمل كريب بالظبط، ونحطه في وسط الطاسه ونعمل توزيعه تاخد شكل البيتزا، ونغطي عليها دقيقه بالكتير عشان البخار يخلي الوش من فوق يتماسك حبه. وده عشان ندهن الوش بالراحه بصلصه البيتزا، بس بالراحه عشان ايه؟ عشان ما تتلغوصش. بعدها انزل بميكس الجبن والتزيين اللي هتحبه وعليهم زيتون شرايح، وانا بحطها تحت وش الجبنه الاخير عشان بحب الزيتون يكون متماسك مش دبلان. ونختم على الوش بالموزاريلا ونغطي عليها. هتاخد معانا اقصى حاجه ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير. هتكون انت على النبي صليت والامواتنا بالرحمه دعيت. وهتقول لي هعرف منين انها استوت؟ هقول لك مساء الزبده عليك. امال عين ما عليك بتعمل ايه؟ اول ما تلاقي الجبنه ساحت وترفع من تحت تلاقي الشكل حلو والريحه فاحت، يبقى طلع واستطعم وخلاص خلص. وده اللي يخلينا نسال نفسنا سؤال: ايه اسرع طريقه للويدجز يا خالد؟ عشان ما تسالش وتحتار كتير هقول لك في اقل من 30 ثانيه ازاي تعمل بطاطس الويدجز في البيت. وده اللي يخلينا من البدايه نجيب كل البطاطس الصغيره اللي متوفره معانا عشان نغسلها بقشرها وننضفها كويس. وافتكر شرط اساسي ان البطاطس تكون صغيره ما تكونش كبيره ومبقلصه عشان نعرف نقطعها مثلثات زي الشكل اللي قدامك ونسيبها تنشف على مهلها من كل السوائل اللي فيها. وده شرط برضو اساسي عشان بعدها نجيب بولتنا الشفافه ننزل برشه ملح وتوم بودره وكمون وشطه واورجانو وزيت زيتون. تاني ملح وتوم بودره وكمون وشطه واورجانو وزيت زيتون، وقلبهم كلهم في بعض ونزل فيهم الخلطه يتبلوا شويتين. وكل لما تبلتها اكتر كل لما خدت منها طعم اعظم. عايز تسيبها ساعتين 3 4 5 زي ما تحب. وفي القلايه او فرن نار تحت متوسط نسيبها تاخد التسويه من ربع ساعه لتلت ساعه مع التقليب. لو عايز تعملها في القلايه هتاخد منك تلت ساعه، لو عايز تعملها في الفرن مش هتاخد منك اكتر من ربع ساعه او تلت ساعه. بالمناسبه كل مره بعمل فيها حاجه في القلايه بقول لك ان اللي يتعمل في القلايه ينفع يتعمل في الفرن والعكس صحيح، الا حاجه واحده. الحاجه دي هي العجين اللي بتحتاج تاخد وش فوق ووش تحت، لان القلايه النار بتاعها جاي من فوق فقط لا غير. المهم انك انت لما هتطلع الويدجز منها وهتشوف شكلها وتدوق طعمها هتلاقيها ما اختلفتش كتير عن اي مكان انت بتشتري منه. واللي بالمناسبه تاني الحبه اللي انت شايفهم قدامك دول لما هتيجي تشتريهم من بره هيكلفوك من 30 ل 50 جنيه. بوناسير عليك.